السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا زملكاويه؟ يا رب تكونوا بخير. فوزنا على بيراميدز الحمد لله، طبعا الف مبروك. لكن فوزنا على بيراميدز ده شيء طبيعي يا جماعة. يعني الزمالك ما عملش حاجة كبيرة، عادي ان احنا نكسب بيراميدز. اي نعم احنا مستوانا ضعيف شوية وما عندناش الفلوس اللي عند بيراميدز ولا في الفريق التاني، لكن ده الطبيعي. والله مغرور بس دي الحقيقة. انا بتفرج على المباراة وواثق ومتأكد ان شاء الله الزمالك هيكسب، ولا كنت مهزوز ولا كنت خايف الزمالك يتغلب. ليه؟ لان بيراميدز عارف حدوده كويس، يعلم تماما ان هو بيلاعب الزمالك. بيراميدز يطمع في اي فريق تاني منهم النادي اللي احنا هنلعبه، يطمع في اي نادي في افريقيا الا الزمالك. بيجي عند الزمالك وبيعرف حدوده، فده مخليني معجب بفريق بيراميدز لانه بيحترم اللي اكبر منه. ما علينا، احنا كسبنا الحمد لله بفضل ربنا ثم احمد عبد الرؤوف. ليه؟ احمد عبد الرؤوف هو اللي خد قرار ان عواد اللي يلعب، وفعلا قرار صائب. وفعلا انا لما شفت عواد نازل في المباراة وشفت طبعا التشكيل قبلها انبسطت وقلت كويس. ليه؟ انا شايف ان عواد افضل من صبحي في المباريات دي، والحمد لله كان على قد المسؤولية، صد ضربة جزاء وهو اللي صعدنا. السبب التاني برضو في فوزنا ربنا طبعا ثم احمد عبد الرؤوف. ان احمد عبد الرؤوف برضو اختار قرار ان يبعد حسام عبد المجيد نهائيا. لو المدرب التاني اللي ما يتسماش كان موجود كان هيلاعب الفريق اللي بيلعب التشكيله اللي بيلعب بها ما بيحركهاش او ما بيغيرش فيها، وطبعا كنا اتغلبنا. لكن صراحه احمد عبد الرؤوف مجتهد، وشه كويس علينا، فاهم كرة، فاهم قدراته، فاهم قدرات لعيبة الزمالك. الزمالك كان بيلعب بالقطعة، بمعنى ان انا عاوز اوصل الماتش لضربات الجزاء وهوصله لضربات الجزاء، وده اللي حصل. حجم فريق بيراميدز، بيراميدز اللي هو بيكسب الاهلي وهو اللي بيكسب سان داونز اللي بيكسب الاهلي وبيكسب كل فرق افريقيا. احمد عبد الرؤوف المدرب الشاب ابن الزمالك حجمه، عرفه قدره انه قد كده. كل الدعم لاحمد عبد الرؤوف، ان شاء الله ربنا يكرمه في مباراة النهائي ان شاء الله. والله يا جماعة عندي احساس ان ربنا يكرمنا، ولا قدر الله ما حصلش، كتر خير الدنيا ان احنا باقل مجهود وبربع قوة الزمالك قدرنا نكسب بيراميدز اللي هو خد مكان الاهلي واللي هو بطل افريقيا. فربنا يكرمنا ان شاء الله ونفوز بالسوبر. والف مبروك يا زملكاويه، من حقكم تفرحوا وانا كمان من حق افرح واتبسط بالزمالك واقول لكم مبروك علينا كلنا.